مساء الخير يا أصحابي. النهاردة الفيديو بعنوان محمود عبد العزيز وبوسي شلبي وكارثة الطلاق الغيابي والحزن والأسف على ما يفعله محمد وكريم بسمعة وسيرة الساحر الله يرحمه محمود عبد العزيز. طيب، الفنان محمود عبد العزيز طبعا والإعلامية بوسي شلبي بقالهم ترند، بقالهم فترة كبيرة ترند عشان موضوع ان اولاد المرحوم محمود عبد العزيز مطلعين كلام ان هو طلقها تقريبا سنة 98 بعد الجواز بشهر ونص، وطلعوا قسيمة الطلاق. وطبعا يعني بوسي كانت بتدافع عن نفسها وقالت يعني احنا متجوزين من 98 وعايشين في بيت واحد، حدث طلاق وحدث رجوع بعد الطلاق. كل الاوراق والمستندات اللي مع بوسي شلبي زي الرقم القومي الاي دي بتاعها والباسبور، وعلى الباسبور في فيزا للعمره والحج للمملكه العربيه السعوديه، ومكتوب في الفيزا انها زوجة محمود عبد العزيز وانها المحرم بتاعها الزوج محمود عبد العزيز. طيب للأسف كمان الولاد طالعين يقولوا كلام سيء، كلام غير مقبول، كلام غير لائق، ان هي كانت مديرة اعماله او سكرتيرة او منسقة للمهرجانات. يعني مفيش يا جماعة الكلام ده. يعني الوسط الفني ومصر والعالم العربي والعالم أجمع شايفين محمود عبد العزيز وبوسي شلبي مع بعض في البيت، لأن في على اليوتيوب لقطات وهم بيعملوا حفلات في البيت، ومحمود الله يرحمه كان بيغني يلا بينا تعالوا مش عارف ايه، وبوسي كانت معاه وبتديله الشاي وبتديله المية، وبيروحوا يحجوا سوا ويعتمروا سوا وبيروحوا مهرجانات سوا. حتى في آخر شهرين 3 من حياة الساحر محمود عبد العزيز كانت معاه في المستشفى، مقيمة معاه في المستشفى بعد الوفاة، هي اللي أخدت العزا. كل ده مش مراته، كل ده ومش مراته. طبعا شهادة الممثلين ان هم كانوا بيشوفوهم بياكلوا ويشربوا وعايشين في بيت واحد 20 سنة، من سنة 98 لسنة 2016. كل الفنانين طلعوا شهدوا، إلهام شاهين، بوسي، لميس الحديدي، المخرجين محمد عبد العزيز، رانيا فريد شوقي، سوسن بدر، الناقد طارق الشناوي، كل الفنانين والإعلاميين، نضال الأحمدي، كل الناس اللي شافتهم مع بعض، العالم كله شافهم مع بعض في المهرجانات داخلين وخارجين طيب، المشكلة الحقيقية اللي بتقع فيها الستات الضحايا اللي زي بوسي شلبي ان عدم توثيق الرجعة بعد الطلاق. يعني الطلاق في انواع في الاسلام. الطلقة اللي هي طلقتها بوسي اللي هو طلاق رجعي، طلاق اولي رجعي او طلاق رجعي اولي. الطلاق ده حدث بوثيق الطلاق، يعني ما قالش لفظ الطلاق وما عملش قسيمة، لا هو راح طلق في المأذون وعمل قسيمة. فالمشكلة ايه؟ هي عدم توثيق الرد او عدم توثيق الرجوع، لان احيانا في رجالة بتفتكر ان انا من حقي، لان الطلاق الرجعي بيدي الحق للزوج انه يرجع مراته في شهور العدة، يرجع مراته في شهور العدة. فبعض الازواج بيفتكروا ان ممكن ارجعها كده بكلمة، لا، التوثيق طلع ان هو حاجة مهمة جدا. الطلاق الرجعي بيسمح في الاسلام، بيسمح للزوج باعادة زوجته لعصمته خلال فترة العدة دون الحاجة لعقد زواج جديد ومهر جديد. طيب، ايه هنا الحقيقة هي بوسي شلبي اتجوزت محمود عبد العزيز 9/7/98، والجواز كان رسمي بمأذون، والفيديو بتاع كتب الكتاب موجود على اليوتيوب.
بعد شهر ونص حصلت خلافات ومحمود للأسف طلقها عند المأذون يوم 16/9/98، بس بعديها رجعها وعملوا حفلة كبيرة وعزموا الناس ورجعت بيتها. طبعا هي كانت في فترة العدة، فهو يمكن افتكر الله يرحمه محمود عبد العزيز ان انا مفيش داعي اعمل عقد جديد ومهر جديد لان انا رجعتها في شهور العدة، ده حقي. لان وثيقة الطلاق اللي اتنشرت موجودة طبعا على اليوتيوب وموجودة على فيسبوك، موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. وثيقة الطلاق اللي اتنشرت بتاعة بوسي ومحمود مكتوب فيها طلقة أولى رجعية، نوع الطلاق طلقة أولى رجعية، وده الطلاق اللي فيه الذكر أو الراجل يقدر يرجع لمراته لعصمته في شهور العدة بدون عقد جديد وبدون مهر جديد. بوسي طبعا اتفاجئت للأسف وهي بتجدد الرقم القومي ان هي بدل ما المفروض يكتبوا لها أرملة راحوا كتبوا لها مطلقة. طبعا بوسي عملت بلاغ في المأذون اللي عملت الطلاق واتهمته بالتزوير، لكن للأسف المأذون ده طلع ان هو يعني الله يرحمه ميت، والطب الشرعي أثبت ان التوقيع على قسيمة الطلاق هو نفس توقيع المرحوم محمود عبد العزيز. بوسي رفعت دعوى إثبات رجعة أو إثبات مراجعة الزوجة ضد أولاد محمود عبد العزيز كريم ومحمد، وطلبت تصحيح بياناتها، بس للأسف الدعوة دي خسرتها، المحكمة رفضت الدعوة. طيب أنا عايزة أقول حاجة كلمتين مش هطول لأولاد الساحر الراحل محمود عبد العزيز. يا جماعة انتوا ما تعرفوش كريم ومحمد، انتوا ما تعرفوش قيمة الراجل ده، ما تعرفوش قيمة الراجل ده. الراجل ده حبه وعشقه في قلوب كل الوطن العربي. عايزة اقول لكم حاجة، انا ما عيطتش في حياتي على حد مات غير 3: ماما، محمود عبد العزيز في 2016، وسمير غانم. دول اللي انا عيطت عليهم لما ماتوا، ماما الله يرحمها ومحمود عبد العزيز وسمير غانم. كريم محمد، انتوا ما تعرفوش قد ايه محمود عبد العزيز قيمته وغلاوته في قلوبنا، انتوا ما تعرفوش. للاسف الدنيا ما تسواش والارض والفلوس ما تسواش ان انتوا تدمروا سمعة وتاريخ وشرف محمود عبد العزيز. انتوا بتقولوا ان دي كانت سكرتيرته او مديرة اعماله، اللي كانت عايشة معاه في نفس البيت دي سكرتيرته ومديرة اعماله، اللي كانت بتنام معاه في نفس الأوضة وفي نفس السرير دي سكرتيرته ومديرة اعماله. يعني انتوا بتقولوا على ابوكم انه عايش من غير جواز، عايش في الحرام تقريبا 20 سنة قبل ما يموت. في حد يقول كده على ابوه؟ في حد يحكي كده على ابوه اللي قبل ما يموت كتب لكم كل املاكه، اللي رباكم وكبركم؟ وكان يعني محمود عبد العزيز يعني يا جماعة تحس يعني انسان عظيم وفنان عظيم، واللي عاشر وعاش مع محمود عبد العزيز بيحكوا عنه انه فعلا كان انسان عظيم. في حد يحكي عن ابوه انه عاش في الحرام 20 سنة بدون جواز؟ يعني انا مش قادرة اتصور ان قطعة ارض حتى لو كانت ب100 مليون، حتى لو كانت ب 500 مليون، عشان 100 مليون اشوه اسمه وسمعة وشرف ابويا؟ طيب معرفش، ما اعتقدش ان انتوا فعلا بتحبوه، لان اللي بيحب حد مستحيل يشوه سمعته ويقول عنه الكلام ده، مستحيل. يعني انا ما اعتقدش ان انتوا بتحبوه. هو في بينكم وبينه في مسألة عالقة، ان هو مثلا يمكن طلق مامتكم السيدة جيجي واتجوز واحدة تانية، فيمكن في شوية يعني غصة او شوية عدم يعني
كراهية، عدم حب، مش عارفة، بس مفيش. الحب أفعال وليس أقوال. مفيش واحد بيحب أبوه هيطعن في شرفه ويقولوا إنه كان عايش 20 سنة في الحرام. أنا عايزة أقول لمحمد وكريم إن الدنيا دين تدان، ومن كسر سيكسر ومن أذى سيؤذى. وانتوا عندكم كريم، انت عندك يعني بنات، ومحمد انت متجوز وهتجيب عيال، فما تمناش ابدا اللي انتوا عملتوه في سيرة محمود عبد العزيز بناتكم وعيالكم يعملوه فيكم. بس هي الدنيا دوارة ودين تدان، وهيتعمل فيكم اللي انتوا عملتوه في محمود عبد العزيز الله يرحمه. اعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، واشتركوا في القناة ودوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم تنبيهات اشعارات كل الفيديوهات الجديدة بقى بتاعتي. بحبكم يا اصحابي.